أقصى حاجة ممكن يعملها أب في ابنه إن هو يختفي من حياته، وأخطر حاجة ممكن تتعمل في أولادنا اللي بيحصل في مسلسل أب ولكن للفنان محمد فراج. مسلسل عبقري بمعنى الكلمة، كل مشهد فيه يتدرس. أب محروم من بنته وأم طول الوقت بتسخن بنته عليه ومفهماها إن هو كان عايز يخطفها من حضنها. إيه اللي بيحصل في المسلسل ده بيحصل في بيوت كتيرة جدًا، وده اللي أنا لاحظته من التعليقات اللي جات لي على الpost اللي أنا نزّلتها ليها علاقة بمسلسل أب ولكن. كمية الحرمان اللي بيحصل سواء من ده أو من ده، من الأم أو من الأب، بيأثّر على الأولاد بشكل ما حدش متخيّله. طب هُم ذنبهم إيه؟ الأب طلع خاين، طلع بخيل، طلع كدّاب، طلع فيه مشاكل الدنيا كلّها. الأولاد ذنبهم إيه إنهم يدخلوا طرف في مشكلة هم ما لهمش دعوة بيها. أنتِ مشكلتِك مع جوزِك حلّيها، لكن ليه ندخّل البنت طرف فيها؟ جملة حلوة أوي اتقالت في المسلسل ده، كانوا بيقولوا لمحمد فراج: "كل ما هتحاول تشوف بنتك هيوقّعوك في مصيبة جديدة." فرَد حلو جدًا الحقيقة، قال لهم: "طب تفتكروا أنا لو ما حاولتش دلوقتي إن أنا أشوفها، لمّا تكبر هتفتكرني بحاجة؟" هي دي الحقيقة. الأب الحقيقي هو اللي بيحاول طول الوقت إنه يثبت لأولاده إنه موجود في حياتهم. هو طول الحلقات بيحاول إن هو يشوف بنته بكل الطرق، يخطفها، يروح لها قدّام باب المدرسة، يعمل أي حاجة عشان بس يشوفها، عشان بنته لمّا تكبر تفتكره إن هو كان بيحاول يبذل مجهود ليها. أبّهات كتير جدًا الحقيقة ممكن يبقى ال الابن عايش وموجود وما بيحاولوش يبذلوا أي مجهود عشان يشوفوه. فهنا فعلًا إحنا مش لازم ندخّل أولادنا طرف في مشكلة هم ما لهمش أي ذنب فيها.